معاكم من دولة أوروبية مشهورة بطواحين الهواء. عندهم أكتر من 1000 طاحونة هواء، وتعتبر أكتر دولة بتصدر الزهور في العالم. Willem. You are Dutch. I'm Dutch. خدها كده يا جماعة ومرة واحدة. my mouth. Just like that. Take a bite. أشهر وأجمل أنواع الجبن في العالم موجودة عندهم. شعبها بيعتبر هو أعلى معدل لمتوسط الطول في العالم. هي عاصمة العجل في العالم. أكتر بلد في العالم موجود فيها عجل. Bicycling country. معاكم من هولندا في العاصمة أمستردام. tai kumppaniemme kautta. Kiitos, että olet mukanamme tänään. Kapteenissa on ollut yksi ajattelua, joka on tarvittavaksi tuntia 30 minuuttia. Teemme parhaamme, että lentosi on mahdollisimman mukava. Toivottavasti viihdyt kanssa. وهنا يا جماعة معاكم عند مطعم من المطاعم اللي بتعمل السمك اللي هو الهرنج أو الرنجة. Traditionally, you can eat herring in one piece, holding it by the tail and then biting it off. كنتش عارف بصراحة يا جماعة إن هولندا مشهورة بالرنجة، يعني الرنجة يعتبر أيقونة أو حاجة أساسية هنا في هولندا. A very popular fish in the Netherlands is herring, especially salted herring. هنا في كل شوارع أمستردام في كل هولندا عامة موجود اللي هي المطاعم اللي هي في ستريت فود الموجودة هنا في كل حتة في هولندا بتلاقيها موجودة في كل الشوارع. من أشهر الأكلات أو أكل الشوارع اللي موجود في أمستردام وفي هولندا. With my hand? No. With this? With the stick. Yes. So that's why we chop it. Chop it. And One coke. like that. Yes. دلوقتي يا جماعة أنا معاكم هنا في مطعم من المطاعم اللي هي الستريت فود عشان نجرب وآكل الهيرنج أو الهارنج في مطعم من المطاعم هنا الموجودة في أمستردام. طبعا أنا جبت هنا طبقين، جبت اللي هو الهارنج اللي بيبقى على بعضها كاملة على بعضها، وفي اللي هي الهارنج اللي بتبقى مقطعة قطع. Yeah, it's Hollandse Nieuwe. It's for example the year changes in June. So this is Hollandse Nieuwe. It's catched in 2022. We sell this fish to June next year. Yes. It's frozen. Yes. And then 2023 starts. So Hollandse Nieuwe means the new year, new catch. The preservation of this fish was invented by a Dutch fisherman in 1380. الهيرنج أو الرنجة تعتبر السمكة الأشهر في هولندا، مرتبطة بالثقافة الهولندية من القرون الوسطى. How I eat it with my hands? Well, normally this is with the tail still on, but we already cut the tails off because in Amsterdam it's very unusual to eat it like this. So now you grab it by like this, and then you bite it off. Yeah. Yes. So you, it's an experience. Yes. But normally the tail is still on, so you just grab it by the tail. Like this? Yes. Yes. باخدها كده يا جماعة ومرة واحدة in my mouth. Just like that. Take a bite. Take a bite. So that's the This is the classical traditional way to eat in Holland. In Holland. In Holland. In Amsterdam it was the other one. It's chopped up. Ah. And also in Amsterdam it's just served with served with onion and pickles. Outside of Amsterdam it's just with some onions. Nice. طبعا يا جماعة الطريقة دي في كل هولندا بياكلوها، هي الطريقة دي اللي هي بتاكلها مرة واحدة كده في بقك. هي دي الطريقة المشهورة في هولندا، لكن في أمستردام المشهورة أكتر اللي هي متقطعة اللي أنا أكلتها، اللي هي تبقى متقطعة قطع، تاخدها قطع صغيرة تاكلها بالخشب الصغيرة دي. طبعا الخشب الصغيرة دي احنا في دول الخليج بنستخدمها في تسليك السنان، يعني دايما بنستخدمها في تسليك السنان. First, a part of the guts and the gills of the herring are removed, except for the pancreas. The pancreas ripens the herring by fermentation. في شهر يونيو من كل سنة بيكون بداية موسم صيد الرنجة في هولندا، بيسموها هولانديز نيووي، واليوم ده معروف باسم الفلاج داي، يوم الأعلام، وهو احتفال وطني بيكون كل سنة في شهر يونيو وبمناسبة بداية موسم صيد الرنجة في هولندا في مينا شيفنينجن في مدينة هيج الهولندية. السعر هنا طبعا يا جماعة 3 يورو و70 سنت، ده كده سعر
طبعا ناس كتير بتحب تاكل الحوادق اللي هو السمك المملح او الرنجة، وطبعا عندنا في مصر مشهورين جدا، بنحب جدا الفسيخ، ناس كتير جدا بتحبه. This is the pancreas. It is decisive for the taste and the fat content. Today the herring is conservated in the freezer. معظم الرنجة في هولندا بيصطادوها من الجزء الشرقي لبحر الشمال، من السواحل القريبة من الدنمارك والنرويج واسكتلندا. In the fish shop or the herring stall, they remove the pancreas, head and bone and the rest of the guts. نجرب دلوقتي يا جماعة الهرنج بالعيش. هما هنا مش يعني لسه جديد الموضوع ان هم يعملوه في سندوتشات، وحتى اقل من تقريبا في اخر سنتين بدأوا يعملوا سندوتشات عشان السياح عجبهم اكتر ان هم ياكلوه بالسندوتشات غير الطريقة العادية. في ناس ما بتحبهاش هم ياكلوها سادة كده بدون عيش. The same price? It's a little bit more. It's 5. واسم أمستردام في الأصل جاي من كلمة أمستلر دام، وهو عبارة عن كلمتين. أمستل هو نهر موجود في هولندا، ودام وهو سد موجود على نهر أمستل من القرن ال13. في مراكب كتير، ناس كتير هنا عندهم مراكب يا جماعة، مراكب والعجل. How are you? What I'm is your fine. name? Willem. I'm Willem. Willem. You are I'm Dutch? I'm Dutch. Yes. And like almost every Dutch person, I ride bike. Nice. Why you have many bike here in Netherlands? Well, I don't know how it started, but I think it's just a tradition. Tradition. Yeah. Mm. I think we're one of the first countries that Ride the bike. yeah, and we have special lanes for bikes, which is different from some other countries where they just ride the bike on the sidewalk. But here Yes. Yes. we're a bicycling country. هنا يا جماعة أكتر بلد في العالم موجود فيها عجل. هنا الدراجات في كل حتة يا جماعة، يعني مشفتش كده بصراحة، أول مرة أشوف. هنا هولندا رقم 1 في العجل، في كل مكان في كل حتة تلاقي عجل، تلاقي مواقف عجل زي الموقف اللي أنا واقف فيه ده مواقف كده للعجل هنا على قناة من قنوات المية الموجودة هنا. في كل حتة موجود عجل، هي رقم 1 في العالم. تقريبا كل شخص هنا قصاده او موجود عجلة قصاد كل شخص، يعني تقريبا عدد العجل اللي موجود هنا في هولندا قد عدد السكان. هولندا عندها أكبر عدد من الدراجات للفرد الواحد على مستوى أنحاء العالم، وأمستردام تعتبر من أكثر المدن على مستوى أنحاء العالم في ركوب الدراجات. Well, I think it starts at 3 with a three-wheel bike. We start very young. بيتعلموا ركوب الدراجات من هم أطفال. كل الناس هنا بيركبوا تقريبا دراجات، بيستخدموها طبعا بيروح الشغل، اللي بيروح يجيب أكل. هنا حتى تلاقي في الشوارع زحمة جدا في العجل، وممكن طبعا أكيد العجل هنا أكتر من العربيات، يعني الناس هنا بيستخدموا العجل أكتر من العربيات في كل حتة. في كل حتة يا جماعة انتوا شايفين كده ورايا العجل. هي هولندا بلد العجل، هي رقم 1 موجود العجل في كل حتة. والشوارع طبعا موجودة شوارع مخصصة، اماكن مخصصه في الشوارع عشان العجل يمشي. تقريبا انا هنا ما شفتش اي سكوتر، يعني انا رحت دول اوروبيه كتير، معظم الدول الاوروبيه فيها سكوتر، الا هنا في هولندا هنا عجل بس. هنا انا شفته عجل بس، يعني ما فيش سكوتر تقريبا هنا خالص. العجل في كل حته يا جماعه، هولندا بلد العجل. هولندا دولة أوروبية موجودة في غرب أوروبا، شرقها ألمانيا وجنوبها بلجيكا وشمالها وغربها بحر الشمال. هولندا اللغة الرسمية عندهم هي الهولندية، وعملتهم اليورو. عدد السكان حوالي 17 مليون. Hi. Hi. How are you? Fine, how are you? I'm fine. I How want are you? potato. Small, medium or large? Medium. Medium. Any sauce? You have garlic sauce? Yes. Yes. Why you famous here in Netherlands with potatoes? Yes, we are. We have the best. Yes. Yes. Why? That's the secret.
موجود هنا يا جماعة دلوقتي في هوفدورب. دي المنطقة اللي أنا ساكن فيها هنا في هولندا. هي منطقة قريبة كده شوية من أمستردام، تابعة لأمستردام، حوالي 20 كيلومتر، يعني بتبعد عنها حوالي 20 كيلومتر، نص ساعة كده بالأتوبيس. منطقة بصراحة جميلة جدا يا جماعة، منطقة هادية. هنا المنطقة كلها فيلل أو بيوت دورين، وكلها زي ما انتم شايفين كده من ورايا نظام البيوت اللي هي سقفها مثلث، النظام الأوروبي اللي هي الشبابيك اللي بتتفتح كده لفوق. بصراحة منطقة حلوة قوي، كلها خضرة، كلها جناين ورد. الدنيا منظمة هنا أوي يا جماعة، تحس كده انك بتمتع عينك وانت ماشي. انا بقالي مثلا ساعتين او 3 بمشي في المنطقة هنا، مستمتع بصراحة. الجو حلو والمناظر حلوة هنا يا جماعة، جو هادي قوي، سكون، مفيش اي دوشة، كل واحد في حاله. بصراحة منطقة حلوة. فيديو امستردام خلص يا جماعة. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والكومنت، سبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.